السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم كنشوفوا تفاقم انتهاكات البوليزاريو في مخيمة تندوف. مخيمة تندوف تعتبر سجن كبير لسكان مخيمة تندوف. كل ما تكلموا سكان المخيمة تندوف على حقوقهم أو أبسط الحقوق من أجل العيش الكريم يواجهون بالقمع من طرف الزمرة الحاكمة في البوليزاريو والسجن والتعذيب لكل النساء والأطفال والشيوخ. وهذا واضح أن تفاقم انتهاكات البوليزاريو على سكان مخيمة تندوف يعني هو في تصعيد، كما شفنا أو رأينا مؤخرا قبيلة البويهات كيفاش احتجت وقامت بالرد القاسي على حكومة البوليزاريو، واجهتهم بالنار ومعركة دامية، ومات عدد كثير من مرتزقة البوليزاريو. كذلك ماتوا شهداء من قبيلة البويهات وحتى قبيلة ولاد دليم. وهذا إن دل على شيء إنما يدل على أن الزمرة الحاكمة في البوليزاريو والجيش كبرنات فرنسا يعني هما اللي ساجنين هاد الساكنة ديال المخيمات، يعني وقتهم قرب. يعني الزمرة الحاكمة في البوليزاريو آيلة إلى السقوط، إنما الحل والمصداقية ديال المغرب هو الحل الصائب، والعالم كله يعترف بأن المغرب عنده الحل. وأما الجزائر والزمرة الحاكمة في البوليزاريو ليس لهم حل سوى أن النزاع بغاوه يطول من أجل يبقوا عايشين بالمساعدات على ظهر الساكنة ديال مخيمة تندوف اللي هما في واحد السجن كبير. تحياتي للمغاربة، عاش المغرب ملكا وشعبا.